لعيبة شفناه واحنا بنلعب فيفا بس ما نعرفهاش، ولاعب النهارده هو جورج هاجي. جورج هاجي اتولد يوم 5 فبراير 1965 في رومانيا، ولعب في مركز خط الوسط الهجومي. اسلوبه كان مميز جدا، بيعتمد على الرجل اليسرى الساحرة، واللي كانت واحدة من اخطر الارجل في تاريخ الكورة. بدأ مسيرته في رومانيا مع فريق فارول كونستانتا وبعدها سبورتل ستودينتسك، لكن التألق الحقيقي جه مع ستيو بوخارست، النادي اللي حقق معاه نجاحات كبيرة زي الفوز بالدوري الروماني 3 مرات متتالية. تألقه خلى الأندية الكبيرة في أوروبا تتابعه، فعلا انضم لريال مدريد سنة 1990. هناك قدم مستويات كويسة لكنه ما استمرش كتير، وانتقل بعدها لبريشيا في إيطاليا، برشلونة في أسبانيا، لكن مرحلة التألق الأكبر في مسيرته كانت مع جالاتا سراي في تركيا. هناك تحول لأسطورة حقيقية، قاد الفريق للفوز بأربع ألقاب دوري تركي، وحقق معاهم أكبر إنجاز في تاريخ النادي وهو الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي سنة 2000. مع جالاتا سراي سجل 59 هدف في 132 مباراة، وكان دايما بيظهر في اللحظات الحاسمة سواء بأهدافه أو تمريراته القاتلة. أما على المستوى الدولي كان قائد منتخب رومانيا من 1983 لحد 2000، لعب مع المنتخب 124 مباراة وسجل 35 هدف، شارك في 3 كؤوس عالم، لكن أبرز لحظاته كانت في مونديال 1994 لما قاد رومانيا لدور ربع النهائي.